سلام، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وكاع في صحه جيده. اليوم راح نقاسم معكم وصفه محمر بالزيتون ولا طاجين زيتون. راح نديروه بالدجاج بطبيعه الحال. اذا هذه الوصفه لازم لنا فخاد الدجاج. راح نديرو في المرقه تاعنا، راح نديرو شويه تاع زيت، شويه تاع السمن يعطي ذوق شباب للمحمر تاعنا. ولا ما عندكش السمن ديري شويه تاع زبده، يعني شويه تاع دهن. راح نحكموا الفخاد نتاعنا، راح نقلوهم مليح، نخلوهم يتقلاو مليح في هذاك الزيت وشويه نتاع سمن. ومن بعد كي تقلوا شويه راح نزيدو لهم شويه نتاع بصله، يعني هنا درت وحده تاع بصله. راح ندير التوابل وهي شويه نتاع ملح، شويه تاع حرور وفلفل اسود، وشويه نتاع سكينجبير. المحمر يبغي بزاف سكينجبير. راح نديرو شويه نتاع زعفران وقليل من القرفه نتاع العود، ماشي نتاع الغبره، لان راح تحكل، راه غادي المرقه تاعكم تولي كحله. خلو كلش يتقلى ونروحوا للزيتون تاعنا. الزيتون راح نضيفوا له ملعقه كبيره نتاع الفرينه وشويه نتاع الماء، ونخلوه حسبه نتاع ساعه. ماذا بيك لو كان ديريه بكري باش الفرينه تمتص المروريه نتاع الزيتون. خلوه على جنب ونروحوا للمرقه تاعنا. اذا من بعد اللي تقلى لنا مليح هذاك، خاص لازم البصله تذوب لنا مليح. وهنايا نضيفوا وحده نتاع طوماطيس، راح نقسموها، يعني راح نقطعوها الى قطعتين كما راكم تشوفوا. وهنا هنا مرقت بالماء اللي كان يغلي. ومن بعد نخلوه يطيب على عقله حتى يطيب الدجاج نتاعنا كاملا. راح نقلعوا الدجاج، وهنا الدجاج راح ندير له كالكو زيبيس، يعني قليل من التوابل وشويه نتاع ملح، وندخلوه يتحمر. وهنا راح نضيف الزيتون كما راكم تشوفوا. هنايا دهنته بشويه نتاع لي زيبيس وشويه نتاع الملح باش ما يجيناش صامت. ونروحوا للكفته نتاعنا. هاد الكفته اختياريه، يمكن ديريها يمكن ما ديريهاش. اذا الكفته راح ندير لها فقط شويه نتاع الملح وشويه نتاع الحرور واللي هو الفلفل الاسود فقط. هذا ما كان كما قلت لكم اختياريه. وتقدري ديري الكفته نتاع الدجاج بطبيعه الحال، ونغطو ونخلوه يتجمر حتى المرقه يعني تولي قليله شويه. هنا نروحوا لصحن التقديم. يعني صراحه هاد الوصفه تجي بزاف شابه وبزاف بنينه. عاده حنايا الطاجين تاع الزيتون ولا محمر بالزيتون نضيفوا له شويه نتاع البطاطا المقليه كما راكم تشوفوا، اما مكعبات ولا دي خيط نورمال. وهنايا كما راكم تشوفوا يعني الفخاد تاع الدجاج اللي حمرته يعطي ذوق شباب يعني ونكهه رائعه. زينته بقليل من المعدنوس اختياري، اختياري بطبيعه الحال. وهذا هي الطبق تاعنا، هذا هو الطبق تاعنا. ان شاء الله يعجبكم وتطبقوه وتبعتوا لي في لي ميساج. الى اللقاء.